أهلا البنات، مرحبا بكم معايا في القناة ومرحبا بكم معايا في وصفة جديدة. كما راكم تشوفوا وصفتنا تاع اليوم هي حلوة الكانتوتشي المعروفة في إيطاليا، حلوة التقليدية ديالهم بالفواكه المجففة والمكسرات، تشبه بزاف الكروكيت تاعنا مع كبيس تاع قهوة. الله ما عندي ما نقول عليها، حلوة هايلة. جبتها لكم اليوم بطريقة سهلة بسيطة وزيد صحية. اروحوا تشوفوا معايا كيفاش عملت الوصفة، وكما عاودت كل المقادير راهم مكتوبين. واش نديروا؟ انا عملت بيضتين، رشه تاع الملح. انا في مكان السكر حطيت العسل، لكن راح نكتب لكم المقادير تاع السكر. حطيت العسل، حطيت الزبده هنايا ماشي المارغرين، كانت دايبه وبارده. نخلط هكذا، ما لازمش نخلط مليح مليح يعني حتى يبيض، نخلط فقط هكا شويه. حطيت مبشور تاع البرتقال، تقدروا تبدلوه بتاع الليمون. وانا واش درت تانيك حاجه صحيه، درت مزيج بين الفرينه الكامله والفرينه العاديه، ملعقه صغيره تاع بيكنج باودر. وهاوليك المزيج تاع المكسرات والفواكه المجففه. انا يتبع هكذا فشريته واجد، يعني من الفواكه المجففه كان الزبيب، الاناناس، المشمش، يعني تقريبا كل الفواكه مع المكسرات تانيك. وزيد حطيت لها شويه لي بيبي تاع الشوكولا ونخلطو. والعجينه اللي تحصلوا عليها كما راكم تشوفوا فيها لازم تكون تلصق، ما تكونش شايده روحها، ماشي كما الكروكي تاعنا يجي العجينه شايده روحها. كنت التشكيل تاعها نرش شويه تاع الفرينه ونشد هكذايا كما راكم تشوفوا شويه نتاع العجينه، نرمدها شويه في هذيك الفرينه باش ما تلصقليش. وشوفوا العجينه كيفاش راهي، نشكلها هكذا، نحطها في صينيه ونشكلها دي بودان كيما نديروا الكروكي تماما. شوفوا كيفاش كنت نشكلها، حطيتها في صينيه شكلتها. لكن هذا الاختلاف هنا تانيك ما ندهنوهاش بالبيض مباشره، راح ندخلها الفرن الطيب. بعد ما طابت لي على 180 درجه من تحت ومن الفوق، راح نقسمها تانيك بنفس الطريقه كما نعملوا حنايا. نقسمها ونقلبها هكا ونزيد نعاود ندخلها الفرن باش تحمر. هذه هي كيما راهو باين. وهاي لك الوصفه تاعي بعد ما طابت لي وحمرت لي من كل الاتجاهات. انا قريب حرقتها، يعني خليتها تحمر مليح. وهاي لك البنات الوصفه تاعنا في صحن التقديم. هما يقدموها هكذا يعني مايله، ما يقدموهاش كما نديرو حنا الكروكي واقف، يعني لازم تبين الجهه تاع المكسرات كما راكم تشوفوا. المكسرات، الفواكه المجففه، لي بيبي دو شوكولا، يعني وصفه ما شاء الله بنينه بزاف بزاف بزاف. شوفوا تجي مقرمشه، واحد القرمشه ما عندي ما نقول عليها. وزيد مع القهوة تاع العصر، حنا معروفين في الجزائر بلي نشربوا القهوة تاع العشية، فنجال تاع قهوة حليب هكا. الله تخشخوا هكذا هذاك الكاطو ورجعوا لي بالخبر، قمة في البنة. هذه هي البنات وصفة تاعنا اليوم، وصفة الكانتوتشي الإيطالية. نتمنى ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفة، ونتمنى ان شاء الله تجربوها. لما لا، وسنوني في وصفات اخرى. سلام.